فن الاتيكات، فن التعامل والرقي دائما مع زميلتنا كريمه الشامي. نرحبوا بك ونقول لك صباح الخير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. الله يسلمك. بدي اقول لك بونجور لو جور، تعلمتها منك. بونجور صباح. يسعد صباحكم. الحمد لله دائما بنشكر الله. كيفكم انتم؟ ان شاء الله تمام. الله يسلمك. وحنا تعلم صار احنا مش تعلمنا من عند كريمه. هاي على طول هيدي طريقة السلام. هاي إذا نعرفوا أنه كريمة دائما تهتمي دائما بالبرستيج والاتيكات وفن الرقي وآداب التعامل. اليوم مش هو موضوع فقرة اتيكات؟ فن السلوكيات للمرأة الناجحة في مجتمعنا وعصرنا اليوم. أكيد هناك يعني قواعد استراتيجية لازم تبعها المرأة حتى تكون دائما ناجحة ومتميزة. أكيد في العمل، في البيت، في كل يعني المجالات أيضا في حياتها. بالضبط. وعلى هذا الحديث بحب دائما أنا أذكر إنه أنا ربيت على هالأسس، ربيت على هالأخلاق، مش إنه شغلة تعلمتها من برا، لكن بالعكس والدتي جزائرية وأصولها من الجزائر، وهذا هو الشيء اللي هي علمتني إياه. فلذلك مثل ما بتعرفوا دائما بنحكي إنه فن السلوك دائما بيكون بكذا شغله، مش بس انه بشيء معين، او الاتيكيت مربوط بناس مثلا من طبقه اجتماعيه معينه، لا بالعكس نحن ربينا على هالاسس، ربينا على هالاخلاقيات، وكثير مهم بشتى المجالات المراه تهتم بهذا الشيء، ما تنسى حالها سواء كانت ربة منزل بالمطبخ او كانت برا، كانت ناجحه بعملها، لازم تنتبه على حالها وطريقه تصرفها. أكيد. وش هي يعني نصائح اللي تقدمينها في هذا؟ مش نصائح وإنما يمكن أهم النقاط اللي لازم تتبعها أي مرأة حتى تصير ناجحة ومتميزة عن غيرها من النساء، أو نقولوا استراتيجيات. بالضبط. ممكن النظرة الاستراتيجية لتصرف المرأة بالمجتمع. معك حق. نحن نذكر بعد دائما بالقواعد المهمة بالاتيكيت وفن السلوك، وفي عنا طبعا البروتوكول انترناشونال للاتيكيت، هذا الشيء معتمد عليه دوليا وعالميا. بنرجع بنقول انه نحن كبرنا على هالقصص وربينا عليها، فكتير مهم ننتبه عليها. المرأة الناجحة أول شيء بحيي كل مرأة ناجحة، كل مرأة مثابرة ومصرة على النجاح. معك حق انه حققت اهدافها اللي بدها اياهم، سواء كان بالبيت، هيدا يعتبر نجاح كثير كبير، كونت عائله وصارت ست بيت، او كانت برا من ناحيه من اي مجال هي اختارت انها تكون فيه. فتحيه كثير كبيره للمراه، تحيه كثير كبيره للرجل، لانه انا ضد المراه اللي بتقول انه انا مش بحاجه للرجل لحتى اكون مستمره. فوجود الرجل بحياتنا كثير مهم انه يساعدنا على هالتكمله. مثل ما بتعرفي اخو حضرتك عايش برا، او اخوكم داعم كثير. اكيد. يعني فقط نقاطعك كريمه، يعني على ذكر الرجل، احنا كذلك في البرنامج نتاعنا اليوم في البلاطو راه مشرفنا ومنورنا ذلك الشيف طارق. وش رايك تنضمي معي الى مطبخ برنامج صباح الشروق حتى يمد لنا مقادير الطبق او مقبلتنا لنهار اليوم ونكملوا حوارنا؟ طبعا بلا شك. تفضلي. صباح الخير شيف. خير. سعد صباحك. إذا أقول احنا دوكا ندعي كل السيدات، تفضلي فقط كريمة، ندعي كل السيدات اللي يشوفوا فينا انه يوجدوا ورقة وستيلو حتى يدونوا مقادير مقبلتنا لنهار اليوم. نعم، عندنا كرومبل. يلا. كرومبل عندنا 100 غرام تاع فارينة ويكون طون بور طون، 100 غرام تاع سكر غلاس، 100 غرام تاع لوز يكون مرحي، 100 غرام تاع زبدة. هذوما كاع يتخلطوا كاع يتيك، خلطوهم كاع باليد هكذا. نديروا لا فارين قبل هكذايا، نزيدو معها سكر غلاس، ومن بعد نرميو الزبده ديالنا. شو راح نديرو انسابلاج كما يقولوا هكذا، يعني تحليه تاعنا. نعم. ماشي مقبله. لا مقبله، لا مازال ما خدناهاش. هذه نشوف المقادير بالضبط. فكرنا شيء حلو. تحليه هذه باش تطيب لنا توجد هكذا. ومع ذاك نديرو شغل انسابلاج كما نديرو اون بات سابلي ولا هكذا. حتى المرأة يعني باش تكون متميزة كذلك وناجحة في المطبخ. بالضبط. بشتى المجالات اليوم صارت ناجحة. وكمان الرجل بحييك على هيدا الشيء اللي عم تعمله، مبين عليك بتحب شغلك كثير. الله يعطيك الف عافية. ورح ندوق اكيد من بعد المقادير، بس ذكرنا شو عم تخلط مرة ثانية. زبدة، عندنا زبدة فارينة والسكر غلاس، دوك نرميلو. يعني كريمه اليوم حابه تحضر هذا وتعرضنا البيت نتاعها باش تذوق الماكله تديها. اكيد طبعا انا بعتبر عائلتي بالشروق هم عائلتي هم في الجزائر، فطبعا اهلا وسهلا اي وقت. الله يسلمك. بس عم بتعلم منك اكيد ان شاء الله. ها هي من بعد هذايا
كريمه وتعرضينا يا اكيد انا معزومين حدوق من ايديكم كمان اكيد ان شاء الله احنا كامل الفريق وجدوا رواحكم باش نروح عند كريمه وراح تضيفنا كل شيء. اهلا جميع الشيوخ بيشرفنا اهلا وسهلا. الله يسلمك. والكرنبر هدايا تما عندنا اون بوم تفاح 5 حبات تفاح فوالا نقطعو دوك نصوتيهم في الزبده وشويه سكر وندير لهم شويه قرفه ونديرهم نعمرهم بالفيرين هذوما. ندير معجون تاع لا فريز معك ندير التفاح معك ندير الكرنبر. الكرنبر هدايا كان اللي يعرفوا كان اللي ما يعرفوش يجي شغل هكذا حبات هو ستيم بات يطيب داخل الفور مع داك كنا داخل 180 درجه شغل تولي خبزه وحده بعد نضربوها بالفرشيطه هكذا ليجيرمون تولي شغل حبات يخرجوا لنا شغل دي غريمو هكذايا دي غريمو هكا يكونوا طايبين هكذا ومن بعد نحطوهم في الليفيرين من فوق. اي والله يعني فكره جميله يعطيك الصحه شيف طارق. خلينا نخلوك راك تحضر في التحليه تاعنا اليوم اكيد راح نذوقوها في نهايه حلقتنا للنهار اليوم. نعاود نولي مع كريمه فقره اتيكات. تفضلي معايا. طبعا بدي اقول له ميرسي لك يعطيك الف عافيه ورح ندوق. ميرسي شكرا. تفضلي كريمه. يعني نكملوا نصائح باش دائما تكون سيدة ناجحة في مجال كامل يعني المجالات كسوا في البيت أو حتى في مجال العمل. نتمنى هذا الشيء دائما ومثل ما قلنا المرأة اليوم وجودها بالمجتمع شيء كثير مهم كما الرجل مثل ما شفنا يقول لك أن المرأة نصف المجتمع. نصف المجتمع بلا شك وفي مجتمعات كثير تعتمد على المرأة بدور أول وهذا الموضوع إن شاء الله بنناقش فيه المرة الجاي. فاليوم إن شاء الله عندنا نقاط معينة هيك مثل قواعد سريعة هي تذكير لنا وللجميع. هذه الأسس معتمد عليها دوليا مثل ما اتفقنا وهي دراسات انعملت. المرأة الناجحة اللي بتعرف حالها ناجحة بتكون وصلت للنجاح اللي هي فيه من بعد تعب. طبعا مثل ما بنعرف من دون فشل بحياة الإنسان ما في نجاح. فالأول قاعدة بنقول ما تعتقدي لازم تعرفي وتتأكدي. ما تعتقدي انه الشخص اللي قدامك هو عارف كل المعلومات، لا اشرحي. ما تعتقدي سيدتي الفاضله انه انت بتقدري تعملي هذا الشغل، ابدا مش عيب ولا غلط انه نحن نسال المساعده. مرات بتجينا لحظات ضعف، بتجينا لحظات ما بنقدر نكمل فيها الشغل، فكتير مهم انه نطلب المساعده من مين ما كان حوالينا، لكن نحن عارفين انه نحن ناجحين هيدي الشغله ما بتنقص منا ابدا. شغله انه انا مش مبسوطه بشغلي اليوم وانا مجالي مش هون، هيدا كمان شيء غلط. في نساء ناجحين كتير بتحملوا مسؤوليه كتير كبيره، انا عم بحكي من ناحيه العمل، بيعتقدوا انه انا هيدا المجال مش لإلي او انا وجودي مش هون، هيدا شيء غلط. نحن بنعرف في مثل وقاعده متبوعه برا بتقول لك حب اللي بتعمله لحديت ما تعمل اللي بتحبه. فأنا اليوم إذا اشتغلت شغلة وكنت فيها بنقول بيرفكسيون، يعني قدمت كل ما فيني لهذا الشغل، هذا دليل إني أنا حكون إنسانة ناجحة بالأشغال اللي بدي إياها. يمكن أنا اليوم ما عم بشتغل شغلة أنا حابة أشتغل فيها، لكن تأوصل للهدف اللي بدي إياه لازم مر على درج. كتير مهم إنه نعرف الدرج أو السلم النجاح لا يصعد فجأة، لانما لازم نطلع سلم سلم. لكن بعض المرات شو بيصير سارة، انه بتعتقد المرأة انه هي قادرة تعمل كل شيء. فعلا في نساء قوية وقادرين ومثقفين والله عطاهم كل شيء اي انسان بيتمناه، لكن الدرج او سلم النجاح يطلع درجة درجة. والصبر كتير مهم، انه نحن نصبر على نفسنا، نصبر على اللي حوالينا، لا نتدمر. ما تتدمري اليوم اذا ما صار شيء مثل ما انت بدك، مش نهاية العالم. اكيد طريق النجاح دائما يكون مليء بالصعوبات. بلا شك بلا شك. بنقول ما في نجاح من دون فشل. اليوم نحكي على اي انسان ناجح بنعرفه مشهور، لو بتعدي بتحكي معه بيحكي لك قصته، بتعرفي انه تعذب هو لوصل لهذا المكان. لكن شو النقطة المشتركة بالنجاح؟ هي الكلمة اللي قلتيها وبلشنا فيها الحوار، هي المثابرة. اني انا المثابرة ونحو من قاموس نتاعهم كلمة مستحيل أو فشل. كلمة مستحيل بالضبط. والكلمة الثانية انه ما نرمي اللوم على غيرنا. يعني ممكن اليوم بمجتمع متواجدين فيه اليوم، نحن ببلدان عربية كتير بيقول لك الدولة والوطن والمجتمع والأصدقاء. لا عزيزتي، لا عزيزي، بالعكس نجاح يبتدئ منك أنت، وأنت اللي بتقرر. تسكر هيدا الباب اليوم، في مليون باب غيره، لكن الصبر والمثابرة. بنهاية هيدي الفقرة بتشكركم كثير لكم، بتمنى لكم النجاح الدايم إن شاء الله. وليك كذلك كريمة نتمنى لك دائما النجاح، ودائما يعني كما عودتينا مثابرة ونشيطة دائما. شكرا، الله يخليكي، يسعد صباحكم. الله يسلمك، يعطيك الصحة.